مساء الخير، يا رب يكون كل الجميع بخير ودايما دايما دايما زي ما بنقدم دعم لكل حالاتنا الحلوين. انا النهارده معايا فيديو جميل قوي 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 لانه معايا حد راقي قوي وجميل. ربنا يسعدك، نورتينا يا مياده. نور حضرتك والله حبيبه قلبي. مياده ابتدت معانا، مياده النهارده خامس سيشن ليها، يعني خامس زياره ليها ما شاء الله. مياده ابتدت معانا 90 25 جرام، احنا النهارده 85. ابتدت معانا نسبه الدهون بتاعتها 43 1 من 10، النهارده 41. ابتدت الدهون الحشويه بتاعتها 11 ونص، النهارده 10 ما شاء الله. قولي لي بقى يا مياده، فرقت معاكي التغذيه في ايه؟ فرقت في كل حاجه حضرتك تتوقعيها وما تتوقعهاش. فرقت في نفسيتي، في شكلي، في كل حاجه انا مش عارفه اقولها حضرتك، يعني حاسه بيها بشكلي. الحمد لله. انا كفايه اني اكيد حتى وشي مش اللي هو باين عليه الفرحه. الحمد لله. انا حاسه اني نورت كده، مش خسيت وشي، لا انا نورت. الحمد لله. هي دي التغذيه يا جماعه. انا مطلعه مياده النهارده لان مياده اختلفت شكلا وموضوعا. مياده دخلت لي حد تقريبا كده. مياده اصلا سنها صغير جدا جدا جدا. مياده اول ما دخلت لي كانت شخص مسن، يعني ايوه فعلا كانت أيوة. شخص مسن، دي حقيقه. بنت صغيره في قالب ست كبيره. ايوه فاتفاجئت اول ما شفتها، ليه يا مياده انت عامله كده؟ لان هي جسمها حبسها، فلقيت ان هي تاهت في وسط اللبس اللي هو بقى اكبر من سنها. فابتدينا اول حاجه نخليها تستعيد الثقه بنفسها. انا نفسي تشوفوها النهارده بصراحه. انا عايزه اقول حاجه، انا بتصور في كل يوم باجيلك فيه عشان انا ببقى نفسي اوريكي انت التغيير اللي انت عملتيه. الحمد لله. حضرتك دكتوره تغذيه ونحافه وبجد نفسيا. الحمد لله. نفسيا دي بالنسبه لي انا مسجلاكي دكتوره نفسيه. الحمد لله. يا ربنا، بعيدا ان انا بشوف حضرتك كده بتفائل، بمعنى كلمه بتفائل حتى لو مش خسيت. الحمد بس لله. انا ما جيتش في حضرتك في مره الا وانا خاسه. الحمد زمايلي، لله. الحمد مديريني، لله. خطيبي، الحمد لله. اهلي، مامتي، كل يوم يقولوا لي ازاي احنا عمرنا ما شفنا حد بيعمل دايت وبيبان عليه قبل سنه. الحمد انت لله. ازاي اللي هو انا مش مصدقه لحد. هي غيرت مقاسات كتير الحمد لله. هي خدت معانا 4 سيشن ميزو ثيرابي، الاربعه فعلا فرقوا معاها جدا في الشيب بتاع جسمها. هي اختلفت 180 درجه. لو شفتوا اللبس دلوقتي يعني ما شاء الله، انا جاي لي بقى بنت فعلا ده سنها. يعني انا مبسوطه جدا منها النهارده، وحبيت ان انا اقول لها قد ايه احنا قصرنا فيها، وقد ايه النهارده انا فرحانه بيها ودخلتها عليا. الست المسنه اللي كنا شايفينها دي مش موجوده النهارده، داخله عليا بنوته بكامل طاقتها. ده يقول انه التغذيه يا جماعه بتخليك تفرح، ترجع تاني لشبابك، ترجع تاني لحياتك. المقبره اللي انت عايش فيها خلاص انت قمت منها ونفضت نفسك ونفضت هدومك وابتديت تشوف الدنيا بمنظور تاني. هو ده اللي احنا دايما بنتكلم فيه. التغذيه هي اساس كل شيء. التغذيه اساس الصحه النفسيه، واساس الصحه الجسديه، واساس مودك، واساس نشاطك، واساس كل حاجه. بدون التغذيه هتحس دايما ان انت محبوس جوه قالب مش بتاعك، سواء بقى قالب في اللبس، قالب في النفسيه، قالب حتى في ستايل لبسك. فانا مبسوطه منك جدا جدا جدا. عايزه اقول لكم ان هي غيرت ما شاء الله بدله الشغل بتاعتها حوالي مرتين 3. المقاسات بتاعتها اختلفت 180 درجه، شكلها اختلف 180 درجه. النهارده جايه لي بنوته جميله حاطه ميك اب، لابسه بينك، مش قادره اقول لكم على الجمال والشقاوه. ربنا يسعدك يا حبيبتي. عايزاكي بقى تدي رساله للناس اللي كانت محبوسه زي كده في لبس مش بتاعها. قولي لهم النهارده رساله ان هم لازم يبتدوا، مش لازم يبتدوا مع دكتور جيسي، ابتدوا. المهم ان انتوا تاخدوا خطوه، تاخدوا قرار، عشان هي دي البدايه، هو ده قرارك الحقيقي اللي هتاخده صواب في حياتك كلها. قرار التغيير، سواء التغيير في التغذيه، في حياتك، في كل شيء. قرار التغيير يا جماعه قرار مهم جدا جدا جدا، وده اهم قرار هتاخده في حياتك. اتفضلي يا ميادة. قلت لك شكرا، ربنا يخليكي، انت عملتي اللي ما حدش عارف يعمله. انا 26 سنه حرفيا، انا من 10 سنين عمري ما رحت لدكاتره، بس عمرهم ما حفزوني زيك. الحمد لله. كانوا هيقولوا لي، كنت بعمل جلسات ما كنتش بخس حتى نص كيلو، كنت بحس اني بتخن ويمكن مش بيساعدوني، لا. فبجد دي رساله لحضرتك، انت مش غيرتي مياده بقى لا وزن، انت غيرتي مياده وزني، شكلي، نفسيا. انا بقيت بروح الشغل مبسوطه. انا كنت بروح مخنوقه، طب هوطي، طب هشيل، طب هحط، طب زمايلي بيقولوا لي انت مقلبظه، طب لا مش قادره لا مش قادره. لا انا خفيفه، انا بتشقلب دلوقتي. هم مش الحمد لله. مصدقين، هم بيقولوا لي الدكتوره جيسي هي اكيد بتديكي سحر، يعني مش بتديكي نظام الحمد غذائي. لله. احنا اديناكي نظام غذائي واديناكي الحاجه اللي تناسبك، وده اهم حاجه. وانا بجد بجد مبهوره بيكي ومبسوطه بيكي يا جماعه. الصوره لو طلعت فعلا هتنبهروا.
انا مياده جايلي شخص مسن، النهارده شخص عادي وطبيعي وجميل ولابس حلو وقمر، وجايلي كميه طاقه وشباب مش طبيعيه. النهارده مياده 26 سنه، اللي كانت جايلي 56 سنه حرفيا. ايوه انا فعلا انا مبسوطه النهارده، وحاسه النهارده ان انا عامله انجاز فعلا معاكي، والحمد لله الحمد لله. انا ممتنه ليكي ان انت فهمتي اللي انا عايزه اقوله. لا والله كمان حاجه عايزه اشهد لك بيها، انت كمان بتديني نصايح، انت عيشي سنك. صحيح حقيقي انا واحده ما كنتش بلبس غير اسود وبنيهات، انت خليتيني البس بينك الحمد لله جايه لك بينك الحمد لله. خليتيني البس طرح الوان، وانا عمري ما كنت بلبس طرح الوان لو ايه حصل، حتى لو فرح. انت خليتيني لا مش مياده. انا كل اللي حواليا بيقولوا لي انت يا بنتي مين انت، لا احنا لازم نشوف الدكتور اللي عامل ايه، يعني اللي انت مشاني عليه. انت مش حرماني من حاجه نهائي الحمد لله بجد، عشان الدايت عمره ما كان حرمان كلهم. انت مش حرماني من حاجه، كفايه لما تقولي نفسك في حاجه قولي لي. طبعا. فبجد انت ساعدتيني مساعده مش عارفه يعني اشكرك عليها ازاي. وبجد انا من مقاس مثلا انا كنت بلبس مثلا 50 وما بيقفلش، الحمد لله. عمرك ما هتصدقي، بس انا هجيبهولك. لا ده حقيقي. 34 وبحط حزام 5 سيشن، كانت بتلبس 50، النهارده 34 وبتحط حزام. التغذيه يا جماعه اسلوب حياه، والطاقه والنشاط بتجيلك من التغذيه، والتغذيه اساسها التغيير. فاعمل على التغيير عشان ما ترجعش اكتر من الاول. التغيير هو هدفنا، واحنا عندنا رساله والحمد لله بنحققها على ارض الواقع بحالاتنا وبالدعم اللي بنديه لحالاتنا. غيروا حياتكم وغيروا اسلوب حياتكم وغيروا التغذيه بتاعتكم، ودمتم اصحاء. وتحياتي لكل حد بيسمعني وقادر على التغيير. شكرا.